من أجل خدمة ننوس عين الدولة يتم مكافأة نادي الزمالك بتوقيع العقوبات على النادي الأهلي. من بداية الموسم بيتم خدمة نادي الزمالك بشكل كبير جدا في كذا مباراة تحكيميا، بالإضافة كمان إن هم بيخدموا عليه من خلال العقوبات اللي بتنزل على منافسينه، زي العقوبات اللي نزلت على لاعبي النادي الأهلي امبارح بالليل. ومن اجل الدبدوبه نزلت على لعيبه النادي الاهلي عقوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلم على اللي يشفع فيا وفيك. وما تنساش ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين، ان ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. ومحتوى حلقه النهارده عقوبات لاعبي النادي الاهلي فيما حدث في مباراه بيراميدز في الموسم السابق، بالاضافه كمان لعقوبه عمرو السوليه اللي انا ما اعرفش جت منين اصلا، بالاضافه كمان ان في احتماليه يكون في مدير كوره بجانب المدير الرياضي الحالي محمد رمضان. امبارح نزلت شويه عقوبات كده على لعيبه النادي الاهلي فيما يخص مباراه بيراميدز للموسم السابق، وطبعا العقوبات دي احنا عارفينها وسمعناها في السوشيال ميديا من اول اليوم، بس احنا حابين ان احنا نعلق عليها تعليق بسيط. العقوبات دي اولا هي عقوبه على اللاعب امام عاشور، وهي ايقاف 4 مباريات لما بدر منه في مباراه بيراميدز، وهو ان هو همس في ودان حسين الشحات وقال له يا سيدي ما تسلمش على محمد الشيبي. طيب هو في لائحه او في قانون جوه اللائحه ينص على ان اللاعب يتوقف 4 مباريات علشان بس همس في ودن زميله وقال له ما تسلمش على فلان الفلاني؟ هو في جزء في اللائحه او جزء في القانون بيقول الكلام ده؟ ادي واحد. الحاجه الثانيه خالد عبد الفتاح اللي اخذ ايقاف مباراتين بسبب ما بدر منه بعد الطرد وبقائه داخل الملعب. طب برضه هو في حاجه في اللائحه بتقول ان اللاعب ياخد ايقاف مباراتين بسبب بقائه في الملعب بعد الطرد اللي اتعرض ليه في ماتش من الماتشات؟ ما شفتش، ما سمعتش، عمري ما شفتها في اي حته في العالم. بس اللي انا عايز اقوله لك ان الاهلي بيتم ذبحه حاليا تحكيميا من خلال اللي حصل في ماتش البنك الاهلي اللي فات. لينا هدف طبقا طبعا للقرارات التحكيميه اللي اتقالت او التحليل التحكيمي اللي اتقال بعد المباراه، بالاضافه كمان ان احنا لينا ضربه جزاء لا يختلف عليها اي شخص كان، اللي هي بتاعه ياسر ابراهيم، وما تمش احتسابها ولا تم حتى استدعاء الحكم من خلال الفار علشان يشوفها. بالاضافه ان نادي الزمالك من المباراه الاولى في الدوري وهو بيتم التخديم عليه تحكيميا. طبعا انا هتكلم برضو على الماتش بتاع امبارح، بس انا حابب اقول كلمه صغيره. نادي الزمالك من اول الموسم اتخدم عليه جامد جدا في مباراة البنك الاهلي، والفضيحة الشهيرة طبعا بتاعت الحكم محمد عادل واللي لازال الصدى بتاعها مستمر لحد اليوم اللي احنا فيه. نادي الزمالك في ماتش سموحة الماتش الثاني في الدوري اتخدم عليه في الهدف الثاني اللي دخل في مرمى نادي سموحة، وهو هدف من تسلل باين جدا، ومعرفش ازاي الفار ما تمش استدعاء الحكم من خلال السماعات. طبعا ما تمش استدعاء الحكم خالص ولا كأن اي حاجة حصلت. الماتش بتاع امبارح عايزك تتخيل كده حاجة بسيطة قوي. تخيل ان لاعب نادي الزمالك هو اللي رفع رجله وخبط لاعب المحلة في وشه. هل كان هيتم طرد لاعب الزمالك؟ والله اشك. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي موجودة في لائحة لجنة العقوبات، وهي ان اللي عنده عقوبة اقل من 6 ماتشات لا يجوز الاستئناف عليها والتظلم. وده معناه ان امام عاشور لابس العقوبة، ومعناه برضو ان خالد عبد الفتاح لابس العقوبة، ومعناه ان جوزو جوميز اللي اخد عقوبة 6 مباريات من حقه الاستئناف عليها لما بدر منه طبعا في ماتش المصري ودفعه الحكم. بالاضافة كمان ان اللاعب مروان حمدي اللي اخد ايقاف 6 شهور وغرامة مالية من حقه الاستئناف على العقوبة، ومن حقه ان هم يلعبوا عادي جدا، هم الاثنين يكونوا متواجدين عادي في المباريات وفي القائمة بتاعت المباريات لحين اصدار حكم جديد على الاستئناف. لحد دلوقتي لم يتم صدور اي ردود افعال من جانب اداره النادي الاهلي، لا على القرارات التحكيميه اللي حصلت والذبح اللي حصل في ماتش البنك الاهلي، ولا على العقوبات اللي نزلت ضد امام عاشور ونزلت كمان ضد خالد عبد الفتاح. وهنا هنروحوا للنقطة التانية اللي حابب ان انا اتكلم عليها. النقطة التانية بتقول ايه؟ النقطة التانية بتقول يا سيدي ان محمد رمضان المدير الرياضي اللي جوه النادي الاهلي حاليا عايز يعين، او من ضمن الخطط بتاعته اللي كانت موجودة وقت ما تولى مسؤولية الادارة الرياضية جوه النادي الاهلي، ان يكون معاه مدير للكورة. وطبعا في لستة من كام شخص كده موجودين معاه، وهو طبعا واحد زي محمد شوقي، واحد زي وليد صلاح الدين، واحد زي
وعماد النحاس، واحد زي عماد متعب. وبصراحه انا حابب ان انا اقول لك على حاجه صغيره كده، وهي ان النادي الاهلي افتقد كتير جدا جدا كاداه للردود الاعلاميه جوه النادي الاهلي بغياب سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ اللي بيطلع حاليا في لقاءات تلفزيونيه مثلا مع ابراهيم فايق او مع مهيب طبعا على قناه MBC مصر، واللي انا كنت شايفه هيكون مناسب اكتر كأداة اعلامية جوه النادي الاهلي، وهو من خلال ردوده في خلال المؤتمرات الصحفية او اللقاءات الصحفية اللي بتكون بعد المباريات، واللي بيرد فيها بشكل مكثف جدا. سيد عبد الحفيظ هو الجندي المجهول للنادي الاهلي في الحصول على دوري 2019، والمنافس كان شارخ عننا ب 10 12 بونت سابقنا بيهم، وقدرنا ان احنا نجيبه ونتخطاه ونفوز عليه كمان في اللقاء الاخراني من الدوري في اخر جولة. فسيد عبد الحفيظ بالنسبة لي واحد وكادر مهم جدا 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 ككادر اعلامي، بس يكون متواجد جوه النادي الاهلي، يرد من خلال النادي الاهلي في وقت زي اللي احنا فيه دلوقتي ده. بيتم ذبح الاهلي تحكيميا وبيتم ذبح الاهلي انضباطيا من خلال لجنه العقوبات. مفيش حد يرد على الناس دي. الناس دي خلاص بقت شايفه ان النادي الاهلي لقمه سايغه في بقهم، عادي يتكلموا عليه، عادي ان هم يجيبوا سيرته في الاعلام، عادي جدا ان هم ينزلوا عليه عقوبات ظالمه زي اللي احنا شفناها امبارح. فلو جيت سالتني عن الناس اللي اتكلمنا عليها من شويه، عماد النحاس او عماد متعب او وليد صلاح الدين وخلافه، انا مش شايف حد فيهم، مع كامل احترامي طبعا لكباتن كبار زي دول لعبوا وياما ياما صالوا وجالوا في الملاعب مع النادي الاهلي، بس برضو مع احترامي ليهم هم ما ينفعوش كمديرين للكوره، لان مدير الكوره زي ما هو حازم ومنضبط داخل اوض اللبس ومع الفرقة، لازم برضو يكون أداء إعلامية كويسة زي ما شفنا من سيد عبد الحفيظ. فبصراحة أنا شايف ونفسي واحد من الجمهور، نفسي إن أنا أشوف سيد عبد الحفيظ من جديد متواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ده تمني، ما هياش معلومه ولا اي حاجه، احنا مش بتوع بوم وطخ والكلام ده تمني مش اكتر. النقطه الثالثه والاخيره اللي حابب ان انا اتكلم فيها، وهي عقوبه عمرو السوليه، اللي طبعا السوشيال ميديا مقلوبه عليها اليومين دول، وكلام كتير ان في مشاده حصلت ما بين عمرو السوليه واحد عمال غرفه ملابس الاهلي، وترتب عليها عقوبه لعمرو السوليه بمبلغ معين. هو خلاص دلوقتي بقى في تناول للاعبي النادي الاهلي وذبح للاعبي النادي الاهلي على السوشيال ميديا، وكل واحد بقى بيطلع بخبر ويتم تناقله عبر المواقع، وبناء عليه الموضوع بينتشر زي النار في الهشيم. المفروض انت دورك كواحد من جمهور النادي الاهلي، لو انت متواجد على السوشيال ميديا، ان انت تحمي اللاعبين اللي موجودين في فرقتك، تحاول على قد ما تقدر ان انت تحمي اللاعبين اللي موجودين في فرقتك. انا شايف ان ده دور كل واحد اهلاوي متواجد على السوشيال ميديا، سواء ادمن في بيج صغيره او ادمن في بيج كبيره، ان انت بتحاول ان انت تدافع او تحمي لعيبتك زي الفريق التاني ما بيحاول على قد ما يقدر من خلال كوادره الاعلاميه او السوشيال ميديا ان هو يحمي لعيبته على قد ما يقدر. شوف لاعب زي ناصر منسي، اللي بصراحة أنا شايف إن هو بعيد كل البعد عن احتراف كرة القدم بصراحة، وإن نادي الزمالك كان بيحاول أصلا إن هو يدور له على بيعة خلال الصيف اللي فات، وفشل إن هو يطلعه من عنده، لذلك هو مكمل معاه الموسم. شوف لاعب زي ناصر منسي هم طالعين بيه السما إزاي لمجرد هدف هو جابه، أو هدفين جابهم امبارح في غزل المحلة. يعني لاعب زي ده، زي ما أنا قلت قبل كده مع كامل احترامي ليه والله، بس أنا ماخدوش معايا حجز خماسي، مع كامل احترامي ليه والله ما اخدوش معايا حجز خماسي، ده بكل وضوح وبكل صدق. يعني لاعب زي ده انا ما اخدوش معايا حجز خماسي، لان هو ما عندوش الامكانيات الفنيه اللي تخلي واحد زي ده يتم عليه الشهره الكبيره دي، او يتناوله في الاعلام بالشهره الكبيره دي. ده بصراحه ده بس لمجرد ان هو جاب هدف معين في بطوله السوبر الافريقي، وبناء عليه تم انتشار الشهره ديت، او تم رفع اللاعب ده بالمنظر ده، وهو لاعب زي ما انتم شايفين كده طيب القلب جدا على فكره، لكن هو بعيد كل البعد عن كره القدم، بس هو لقى دعم جمهوري كبير جدا، لذلك بيحاول ان هو يقدم مستويات كويسه وناجح في الموضوع ده لحد دلوقتي. بس ما افتكرش ان نادي الزمالك لو قابل فرقه كبيره ان واحد زي ناصر منسي ده هيأدي اداء ممتاز. وعلشان نختم ونقول برضو ان دلوقتي لازم مجلس اداره النادي الاهلي يشد شويه في موضوع حمايه الفرقه على قد ما يقدر، لان انا شايف نوم كبير جدا من اداره النادي الاهلي وماشيين بطريقه الطيب احسن. ولو انت بقى الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، اشترك في القناه،
فعل زر الجرس، لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفك على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.